السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة بتمنى منكم إن شاء الله أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا، أنا بحب أبارك للأهلي وجمهوره العظيم امبارح. إن طبعا الثلاث نقط هم أهم حاجة في الماتش، وأهم حاجة كان في الماتش بتاع امبارح. يعني الثلاث نقط دول بهديهم لجماهير النادي الأهلي. كده في مطوشة تكسب ولا تلعب. يعني أهم حاجة كان عندنا الثلاث نقط امبارح، وطبعا بفضل الله الاول وبفضل الجمهور بتاع النادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا ضربه الجزاء في بتاعه الاهلي وسيراميكا. كترت بحث فيها كتير. البحث كان كتير جدا في ضربه الجزاء دي. وطبعا كان في النهارده جلسه استماع ل طبعا كان جلسه الوفد المفوض من النادي الاهلي بقياده الكابتن سيد عبد الحفيظ. كان هيستمعوا النهارده اللي حصل بين الكابتن محمود عاشور في غرفة الفار وبين الكابتن محمود وافي حكم الساحة. وطبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ راح هو والوفد اللي معاه، وطبعا راح اتحاد الكرة قبل الساعة 12 زي ما كانوا متفقين. طبعا راح ما لقاش غير اوسكار اللي هو رئيس لجنة الحكام. وطبعا طبعا اثبت حالة ان ما فيش حد في اتحاد الكرة غير اوسكار. وطبعا اوسكار قال له انا مش طبعا انا موظف والحكايه والروايه. وطبعا كابتن سيد عبد الحفيظ اثبت حاله. وطبعا رجعوا على النادي الاهلي، وهم ان شاء الله دلوقتي في اجتماع. وان شاء الله ان شاء الله هيتخذ قرارات. هنشوف النادي الاهلي، احنا معاكم لحظه بلحظه، ونشوف النادي الاهلي ايه القرارات اللي هيصدرها. وطبعا بنتمنى الشفافيه للنادي الاهلي والغير النادي الاهلي. طبعا الفرق كلها. النادي الاهلي مش بيتكلم بلسانه هو بس، بيتكلم بلسان الفرق كلها. لو انا ليا ضربه جزاء حتى لو كنت انا وحش سيء، يعني النادي الاهلي سيء جدا في الاداء، بس لو ليك ضربه جزاء حقك تاخدها. لو عليك ضربه جزاء واتحسبت وصحيحه محدش يقدر يكلمك. فاحنا بنطلب الشفافيه من كل الحكام ومن كل منظومه كره القدم، سيان بقى اتحاد كوره، سيان لعيبه، سيان حكام، سيان اداريين. وطبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك وشير. وزي ما انا متعود انهي فيديوهاتي، مساكم برضه فل وخير وبركه من الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.